اخوتي هاد الناس الازرق الله يحفظهم من البلوطه درياكشين. قسما بالله اخوتي الا جاتني هذه هاد الضحك في الفيديو اللي عملت هاد النهار. حق الله العظيم اخوتي الا هاد السيده الا صافي مسكينه مشات عالي وشنو عملتي في رياكشين يا عالي السيده صافي ما بقات كتشوف حتى حاجه. اويلي استغفر الله ما عمرك سمعتي باللي الناس كيعدلوا ويجيبون نيمه هاد المطهر. قالت لك هي سقسات وقالوا لها هادشي ما كاينش. المهم انا ندخل نعطي التحيه ونرجع لعند الحباب ديالي. السلام الحباب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين صحيحه لاباس؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. نهار جديد وفيديو جديد، تحياتي لكم من طنجه للقويره ومن القويره حتى لطنجه. وما ننساوش الاخوان والاخوات الجزائريين خوا من دون عداوه. وتحياتي لكم اخوتي، ومرحبا الف مرحبا للناس اللي جاوني من عند علي ووصال ومن عند بشرى ومن عند كونتيسا. كنقول لكم مرحبا الف مرحبا وتحياتي لكم. والقناه قناتكم انا غير ضيفه معكم فيها. خوتي خواتاتي كما شفتوا يعني هذا الفيديو هذا غننزلو في الصباح. الفيديو دعا لي اليوم طوب 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 ووصل ما شاء الله عليها ياقوته. كل مره سبحان الله العظيم كتبان في حله جديده. وعجبني انا عجبني الصراحه الله داك الجو. عجبتني ديك الطريقه اللي عملوا. يعني كل واحد يعدل حاجه. ايوا نقول لكم، هذا اكبر دليل على ان وصال كتعمل الصواب مع كل شيء وكتعمل الواجب مع كل شيء. حيت هاد القضيه يعدل الانسان ويجيب لك الا لو كنتي تينا كتعدل وكتديرو. هذا هو الصواب اللي كنعرفو. أه معروفين حنا الحمد لله المغاربه بالكرم والجود ديالنا، ماشي سواء جباله سواء ريافه سواء داخل سواء هذا. معروفين كنكونوا ماشيين شي صواب كنديو في يدنا. ما يمكنش تمشي تعمل الصواب بيدك خاوي، هذه معروفه. غير اللي بغى زعما هذا. وبالنسبه للرياكشين قالت لك الفيديو كيخلع شنو داك الشيء شنو هذيك وما عرفناش شنو غنعملوا معاك. الناس نزلوا الخير الله قال لك شنو هذا الشيء. ما نزلوش قال لك خليتوا الناس بالجوع. انا بغيت غنعرفك هذا واش عندك انتقاد ولا شنو هو هذا الشيء هذا. الناس هاد القاعده بلادهم وتينا شدك فيهم تمشي تسقسي عليهم واش داك الشيء عندهم ولا ما عندهمش. صراحه الله كل كل بلاد التقاليد ديالها كتختلف على بلاد. وبالنسبه قالت لك كلشي هايز التواصل كلشي هذا. وهذا جو عائلي. واش ما عمرك شفتي العائله مجموعين مع بعضياتهم؟ هذاك هو الجو العائلي اللي كنعرفوا حنايا. كلشي فرحان كلشي نشط، كل واحد عدل حاجه، كل واحد شارك بحاجه، كل واحد عبر على الفرحه ديالو بطريقته. اش دخلك فيهم تينا؟ اش دخلك فيهم شنو نزلوا شنو ما نزلوش؟ عساسه على المراه. خرجت مكحله عينينا وحده. انا براسي ديك النهار خرجت اقسم بالله مكحله عينينا وحده وطلقتني واحده الجاره وهضرت معايا وسلمت عليا وتا مشات صيفطت الاوديو قالت لي شنو عندك مكحله عينينا وحده. هذه عادي جدا. راه وصل بشر فحالنا فحاله. الدور والباقي اللي كيقولوا المصريين على اللي جالس. واحد عايش حياته واحد جالس قبلته هي ديالك نتينا. بالنسبه لمحمد الطنجاوي قلتي قال لك غدرتي صحاباتك، قلتي تحداه. اكبر غداره في الساحه السوشيال ميديا هي تينا. ما غدرتيش. شحال هادي ملي كانت قناتك كتجيب لك 10 د الناس كنتي كطلع مداخلات كتدخل في الكومنتاريوس كتعبر كتدافع. فين مشى داكشي؟ بغيت غير نعرف فين مشى داكشي. واكبر دليل النهار اللي وصل السابع د صاحبتك عملتي راسك حداك وزيدتي قلتي شي واحد يلاه. قلتي لا فلانه عرضت على فلانه راها كتدافع عليك. قلتي والو. اذا غداره اكبر غداره شنو زعما ما جاتش قداك. انا ما فهمتش هذا المخلوق والله ما فهمتها. بقوه اللهفه اللي فيها على علي حتى حاجه وصل ما كتعجبه. مع علم وصل ياقوت حدا بين من اخرك. غادي نتطرق الاخوات لواحد النقطه د علي مع المغنيه اللي قال لك علي ما نعرفش نعمل وما عرفش نعمل. شوف اخوتي بالنسبه لعلي فاش كانت البنت كتغني وخوتو كيعلقوا لها تبارك الله كاملين كيعلقوا لها. مني يجي يعلق له هو ما علق لا شي فلوس في البلاصه فين كيتعلقوا. قسما بالله اخوتي
وربي اللي شاهد على هاد الهضره اللي طاهم لا في يده. وشتو علي هاد الكلام اللي كيتقال عليه كامل وهذا، وحق الله العظيم الا كيدور في وسط الخيمه وعينه في الارض كيهضر بكل احترام وكل تقدير مع الناس. يعني انا على ما بان لي فيه يعني كيهضر بالخجوله، ماشي مقصدر، ماشي مني بدا الفرح هو كيعوم في الوجه عباد الله. باركم ما تخرجوا من تحت يدكم، وباركم ما تهضروا بلا خباركم. حق الله العظيم الا عيقت واش هذا هو الانتقاد؟ دابا نتوما انا ما فهمتش واش كتنتقدوا ولا كتصفيو الحسابات. غير واحد النقطه بغيت تشرحوها لي، واش كتنتقدوا ولا كتصفيو الحسابات؟ واش هذا انتقاد؟ انا بعدا عجبتني الطريقه اللي عملوا هذه. انا ما باش ما نكذبش على ربي، انا في الجبل ديالنا عمري ما حضرت على الطهاره يعني كامله. حنا عائلتنا واخا كيختنوا ولادهم يعني كنعملوا داكشي غير بيناتنا. وحتى حنايا الى ما عرفاش، باش ما نكذبش على ربي انا اللي عارفه اللي حاضر عليه كيختنوا المختن، وكيبقاو يجيو الناس يباركوا وكيعطيو الفلوس للمطهر، وكاين اللي كيجيب السكر وكاين اللي كيجيب هادي. يعني الصواب ماشي محدود، كل واحد وكيفاش كيعملوا. حاجه وحده باش نكونوا واقعيين، حنايا في بلادنا القشقشه اللي هي الفاكهه كنعملوها غير في الصباح د العرس، في السوابع وفي مثلا في الظهر د العروسه ولا في هذه ما كنعملوش الفاكهه كنعملوها نهار الصباح، سواء د العرس ولا د العروس. يعني نهار الصباح كتكون الفاكهه كتنزل مع الحريره ومع المهم مع داك المسائل اللي كيكونوا في الفطور د العروسه. هادشي اللي كاين. وكاين شلان وقت خصني نطرق لهم. كنشوف هذيك نصابه تطوان كتنزل تصويرات شامه الزين، كنقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك. السيده ماتت وشبعت موت، وانتينا باش تطلع المشاهده باش تهدي كتخلع المراه في قبرها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما جبرتي ما تنزل غير تصويره المراه ماتت وشبعت موت. هنا باش تعرفكم اخوتي والله القسم ولا عندكم شي ذره الاحساس ولا شي ذره الاخلاق. مهم خصكم تطلعوا المشاهده، ومهم تجيبوا شي حاجه اللي تلفت النظر، ولكن ما كيهمكمش شنو هذه ديالها. كيقول لك اذكروا امواتكم بالخير. نتوما كتضربوا في الاعراض وتنزلوا تصويرات الناس ما عندها حتى علاقه. مسكينه ديك السيده لا من قريب ولا من بعيد، السيده شبعت موت والتصويره ديالها منزله في المينياتور. بالله عليكم فين هو هذا الانتقاد وفين هو هذا؟ واش نقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. واللي كتقولوا عليه هاد الطهاره اللي عمل ماشي في المستوى، تسناو ان شاء الله نهار اللي تنزل الفيديو النهار اللي يبدا ينزل الفيديو النهار الكبير وصار تشوفوها واش في المستوى ولا ماشي في المستوى. تحياتي.